تعالوا اكلمكم على اعظم يوم تاريخي حصل في التاريخ، وهو يوم 6 جانوري 6 يناير. اليوم ده كان من اهم يوم في الحياة، وده بالنسبة لي لان انا في اليوم ده جيت الدنيا تقريبا، وكنت سبب سعادة لماما وبابا. المفروض يعني من ساعة وجودي بقى وظهوري بشكل رسمي على قيد الحياة، وانا بقى مطلعة عين كل الناس ومقضيها افتكاسات ومشاكسات من كل النواحي. برج الجدي بقى هنعترض تقريبا، انا ما بتأثرش بأي كلام حد مهما حصل، يعني من الاخر بسيب اللي قدامي يتكلم واقول له اضرب راسك في الحيط. باخد اللي انا عايزاه اللي يفيدني، مش مهم الجانب اللي يضايق اللي هو مفكر ان هو هيضايق. ما بسمعش نصايح من حد، يعني لو بتفكر تعمل فيها عم العالم او شكسبير في نفسك ما تجيش على طريقي، هتضيع وقت ومجهود. انا يا عم شكسبير بحب اغلط بنفسي عشان اتعلم، ما بحبش اسمع نصايح. يعني من الاخر اتشلوح بمزاجي عادي، لكن انا محدش يشلوحني. وبلاش بعد اذنك يعني تيجي تعيش عليها الدور، عشان هعيشك في موزمبيق تعرفها. ممكن ما اكونش بحب التفاهات، بس ما اقدرش استغنى على اني اروح اقلش على كل الناس واغلس عليهم. برضه ما بحبش الروتين، بس ده ما يمنعش اني بحب التنظيم جدا في حياتي، والبلان ده اهم بند في الحياه بالنسبه لي. اما بقى بالنسبه للزعل فانا بزعل وبفرح في نفس ذات الوقت. شتين مش هتعرف انت اصلا اذا كنت تراضيني ولا تضحك معايا، يعني عكس بعض. ما باخدش وقت، ومن اهم صفاتي يعني اللي الناس بتقولها عليا انهم بيثقوا فيا بسرعه الصاروخ. انا الصراحه مش بخذلهم ابدا في البوينت ده، بس خد بالك لو قفلتني منك حتى لو لأتفه الاسباب هتكون منتهي الصلاحيه على مدار عمرك كله بالنسبه لي. فنصيحه يعني لو حابب معرفتي راجع نفسك كده قبل ما تيجي تاخد خطوه اتجاهي، يعني ما تقولش كلام يتحسب عليك على الفاضي واغلطك فيه. اوعى هخسرك فيه. اوعى تفكر اني بهددك، لا سمح الله. انا بس بفهمك او بلفت نظرك، لان من الاخر ما عنديش اي فرص سماح، ما عنديش وقت اضيعه. قلت لك برج الجدي. بص انا مش مغروره ولا متكبره، الحمد لله ما عنديش الكلام ده، مش بعرف اعملهم اصلا. تقدر تقول كده انا شخص اقل من العادي، بس ده مع الناس اللي عندها ثقافه التقدير. انت واحد منهم. لو لقيتني العكس تلوم نفسك قبل ما تلومني، انا بيبقى رد فعلي ماليش دعوه بقى. او بالمختصر بتكون الجزء الثابت من اجمالي القضيه اللي هو انت. كمان حابه اقول لك انك ما تضيعش وقت معايا بانك تحاول تفهمني، لانك مش هتعرف غير لو انا اللي اعطيتك الاوردر بده او سهلت لك المأمورية، يعني كل حاجة بمزاجي. وده طبعا مش هيحصل غير لو حضرتك عملت مجهود مستحيل وجبار علشان. طبعا جوه نفسك بتقولي ان انا غامضة، صح؟ سامعك. مش مهم. في 2025 قررت اغير طموح واغير كمان بني ادمين واغير كل حاجة بترهقني في التفكير. اصل العمر ايه يعني غير شوية لحظات. بس الصراحة عمري ما فكرت اغير مبدئي، وده لانه عاجبني فعلا وعاجب اي حد بيتعرف عليا جديد حتى لو مش عاجب. المهم ان هي اهم جزء من شخصية بابا الله يرحمه. احب اهنيكي يا انا وشابوه ليكي بجد. في كل سنة بتاخدي فيها مشوار صعب وبتقابلي ناس صعب بالكلام او التعامل معاها، وبتعرفي تتصرفي او ما بياخدوش وقت معاكي. بهني نفسي على ده وبشدة. اي نعم انا بحب اشارككم كل اللحظات الجميلة، بس ما بحبش خالص اشارككم اي لحظات حزن ليا. بحس انه كفايه عليكم. ما بحبش اشيل الهموم لحد، انا اشيل لكن ما اشيلش. دايما بيقولوا لي ان انا شخصية عنيدة قوية حازمة مشاكسة في كل الأوقات، بس طيبة وعفوية، وده كلام الناس مش كلامي النفس. وكمان شايفيني إن أنا ذكية، ما أعرفش إزاي، بس ممكن يكونوا شايفيني إن أنا ذكية عشان بقرا الناس بسرعة من أول سلام عليكم. يعني من الآخر بقدر أختصر الناس الأشرار بسرعة في بداية معرفتهم بيا. تقدر تقول كده قبل ما تفكر تقولي صباح الخير. لو مش بنية صافية اعرف وتأكد إن هجيب السي في بتاعك وأنت واقف. مفيهاش كلام. جدي بقول لك جدي، يعني احذر مني. انا بقول لك كده واغششك عشان ما تتمطعش قوي كده وانت بتيجي تتعرف عليا في البدايه، مش في مصلحتك. تقريبا انا النهارده في يوم 6 يناير قدمت جزء كبير جدا من السي في، يعني ما عندكش حجه بقى انك تتعرف عليا غلط او تبقى غبي تبقى كارثه. في بدايه السنه ليا احب اقول لكم اليوم 6 يناير انا بحبكم كلكم، ويا رب دايما تكون سنه سعيده عليكم وعليا وعلى كل حد قلبه صافي وبريء. ومستنيه منكم بقى احلى هابي بيرث داي، ولا هتنسوني؟ وتقولوا لي كمان في الكومنتات انتوا برج الجدي زيي ولا لا. وفي النهايه احب اقول لكم بحبكم جدا، وبشكر كل الناس الحلوه اللي لسه في حياتي. يلا باي.